السلام عليكم. اجي تاني نجبد لك وديناتك الا كنتي من الناس اللي ما تيشربوش الماء. الوغ غادي ندير لك غير مقارنه ما بين جوج الناس، واحد تيشرب الماء وواحد ما كيشربش الماء. يعني ملي كنقولوا ما كيشربش الماء كيعتمد يعني على داك الماء اللي كاين في اتاي في القهوه في كذا كذا، ولكن ما كيشربش الماء بوحديتو هكا. الوغ اشنو هي العواقب ديال عدم شرب الماء؟ غادي ندير لك مقارنه. واحد اللي كيشرب الماء فبالنسبه للبشره ديالته غادي تكون عنده واحد البشره اللي هي مرنه، واحد البشره اللي هي رطبه، واحد البشره اللي هي فيها ليلاستيسيتي وزوينه يعني صحيه. الوغ كو واحد اللي ما تيشربش الماء غادي تكون عنده بشره جافه، ما غاديش تكون مرنه، غتكون باهته وغادي تشدو الشيخوخه المبكره. علاش؟ لان افورس باش ما كيشربش الماء يوم بعد يوم كيكون كيكون عنده التجاعيد وكتكون عنده الشيخوخه المبكره. هذا بالنسبه للبشره. بالنسبه للجهاز الهضمي، فشرب الماء وتيساعد على الهضم، تيساعد على ان الواحد ما كتشدوش لا كونستيباسيون، يعني كتكون الكرش ديالو مزيانه ما كتكونش قاصحه، وايضا كيساعد على الامتصاص ديال لي نيتريمون وبالاخص لي فيتامين. الوغ كو واحد اللي ما كيشربش الماء كيكون عنده عسر في الهضم، كيكون عنده الارتجاع، كيكون عنده عدم امتصاص ديال لي فيتامين، وكتكون كرشو لا بليبار دو طون قاصحه. هذا على مستوى الجهاز الهضمي. عاوتاني على مستوى ديال الجهاز البولي او لا الكلى، هناك الناس اللي كيشربوا الماء راه تتكون عندهم يعني التركيز ديال الاملاح المعدنيه تيكون خفيف، وبالتالي ما كيتعرضوش، كيكون عندهم وقايه من الترسبات ديال هاد الاملاح باش ما كتكونش عندهم الحصى في الكلى. الوغ كو واحد اللي ما تيشربش الماء تيكونوا الكلاوي ديالو جافين، وباش ما هو ما تيشربش اليوم وغدا الماء كيكون ترسب ديال دوك الاملاح، وبالتالي يقدر يتعرض باش يكون عنده الحصى في الكلى ديالو، ويقدر الله يحفظ السلامه الا بقى كيمشي في هذا المنوال راه يقدر يوصل حتى للقصور الكلوي. عاوتاني بالنسبه للدماغ والجهاز العصبي، داك الانسان اللي تيشرب الماء مزيان راه غادي يكون عنده كثره التركيز والمزاج عالي، وغادي يكون عنده لا كونسونطراسيون لا بون كونسونطراسيون، والمزاج ديالو مزيان، وما غاديش يشدو الصداع ديال الراس، لان عدم شرب الماء راه من بين لي شوز اللي من بين الاسباب ديال لي ميغرين. يعني كيقدر يعود يضروا الراس الا ما تيشربش الماء، وتيكون عنده هذاك اللي ما كيشرب الماء لا كونسونطراسيون قليله، والمزاج ديالو كيكون دائما خايب ومكتئب ايتترا. الوغ بالنسبه لحاجه اخرى، الماء هام جدا للترانسفير ديال لي ميكرونيتريمون في الذات ديالنا كامله عبر الدوره الدمويه باش كيوصلوا للخلايا وكيتغداو عليها. عاوتاني الاكسجين ايغالمون، وحتى لو سي او 2 كيدوزو لي بومون باش يتم يعني الخروج ديالو ويتعوض بالاكسجين. يعني هو راه سميتو كيدير لو ترانسفير ديال هادشي كله اللي قلنا. ايغالمون كيساعد هذا التواجد ديال الماء في الذات ديالنا، كيمكننا من اننا نديروا داك التوازن ديال الحراره، يعني الاعتدال ديال الحراره في الذات ديالنا بواسطه بواسطه التعرق. وداك الانسان اللي ما كيشربش الماء حتى التعرق ما كيكونش كيتعرق، وبالتالي كيكون الحراره ديالته كتكون لا بليبار دو طون كتكون مرتفعه في الذات. على صعيد عاوتاني القلب والشرايين، راه هذاك الماء راه مهم حتى هو، وباش ما كانت ديك اللزوجه ديال الدم، باش ما كان الماء قليل كتكون اللزوجه ديال الدم، يعني يدوز جهه التخثر، وبالتالي كيكون ارتفاع في ضغط الدم، كيكون السرعه ديال الخفقان ديال القلب، وكيكون بزاف ديال الاضطرابات على مستوى يعني لا سيركيلاسيون كاردياك، لا سيركيلاسيون سانغين بليتو. الوغ كو واحد اللي كيشرب الماء كتكون اللزوجه ديال الدم مرنه ومزيانه وخفيفه، وما كيكونوش عنده هاد المشاكل. اذا راه الماء شي حاجه اللي هي مهمه جدا، وخاصك على الاقل تشرب من 2 لتر حتى 3 لتر في النهار. ولو الا كنتي كدير ممارسه الرياضه ولا ديزاكتيفيتي وحدين اخرين اللي كيطلبوا الماء فخاصك تزيد في هذه الكميه. وبالنسبه للمراه الحامل والمرضع حتى هي خاصها تزيد في هذه الكميه. وباش ما شربنا الماء بزاف راه باش ما الذات ديالنا كنحافظوا عليها وما كتجينا الشيخوخه المبكره، والاجهزه ديالنا كلها راه كتعتمد على هذاك الماء باش تفونكسيوني. يعني وكاع لي رياكسيون اللي كيوقعوا في الذات ديالنا، حتى لي ميتوكوندري، حتى اي حاجه المهم اللي كدار كدوز في كاع لي ميكانيزم اللي كيكونوا في الذات ديالنا، راه لا بليبار ديالهم كيعتمدوا على شرب الماء وشرب الماء بكثره. اذا الا استفدتي من هذا الشيء حاول انك تشارك الفيديو مع الناس اللي تيهمهم الامر، وبارطاجي اللي كيتعم الفائده. شكرا. وحاول تذكر انك دائما خاصك تشرب الماء، حط هذاك القرعه اولا كاع ديرو في المنبه في الساعه
باش ما تندمش ان جور وتقول ما تهليتش في صحتي. راه الماء هو مصدر الحياه.